عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قمت بالليل كده عمالة افكر عايزين نعمل حاجة نفطر بيها، وكان عندي الدقيق وكان عندي كل حاجة. فقلت بقى تعالوا نعمل شوية كده معجنات حلوة جدا هتنفع في الفطار وفي العشاء، ان شاء الله تعجبكم. يلا بقى، لو لسه اول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو الفيديو عجبك اوعي تنسي اللايك. ويلا نقول بسم الله. واول حاجة كده معايا كيلو من الدقيق منخول، وكمان معايا كوباية من اللبن الرايب. يعني اللبن ده كان قطع عندي وشلته في الفريزر ونزلته دفيته كده وخدت منه كوباية. تمام كده. معايا نص كوباية زيت، معايا مربى، معايا معلقتين سكر وكيس خميرة وكيس فانيليا. هي دي كل المكونات بتاعتي. عندك زبادي حطي، عندك لبن عادي خالص اللي هو الحليب حطي، عندك لبن رايب. تمام، ما عندكيش حاجه خالص اعجني بالميه وزي الفل وهتطلع عجينه زي الفل معاكي. حطينا كل المواد الجافه، طبعا زي ما قلت لك الدقيق منخول. وكمان حطيت عليه الخميره والسكر والفانيليا، قلبتهم في بعض وبعدين نزلت بالزيت. تمام كده. هاجي بقى بعد كده هنزل بكوباية اللبن كلها كده. اي لبن يقطع عندك شيليه في اكياس وحطيه في الفريزر، حلو جدا في المعجنات، في العيش، في اي حاجه. الصراحه انا ما بحبش اشتري معجنات خالص من الفرن، ولا بدخل الفينو ده اصلا البيت. يعني الحمد لله انا ولادي اصلا كبار ما شاء الله اللهم بارك، فما يعني ما فيش مدارس بقى ولا سندوتشات ولا الكلام ده كله. هو انا بحب اعمل بس شويه معجنات كده للفطار. كل سنه وانتم طيبين. بقى الكحك والبسكوت خلصوا، بألف هنا وشفا على قلبهم. ودلوقتي احنا عايزين نفطر. فقلت بقى اقوم كده، كان الساعة 11 بالليل. عارفين يعني ايه 11 بالليل؟ يعني قمتي كده ما تفهميش جبت النشاط ده منين. المهم انا هنا بقى فضلت ادعك كده. خدت معايا سوائل كوبايتين، كوباية لبن وكوباية مية دافية، وحوالي معلقتين 3 من المية الدافية. تمام كده، يعني كوبايتين ومعلقتين سوائل. إذا كان بقى لبن بس ميه بس براحتك خالص، زبادي وميه اللي موجود عندك زي ما قلت لك. هتدعكي حلو جدا لمده 10 دقايق، ولو لقيتي ايدك ملزقه جامد اغسليها ونشفيها وارجعي عجني تاني عشان تعرفي ملمس العجينه بتاعتك وتلمي معاكي. تمام كده. اول ما حطيتها كده رحت سبتها تخمر 10 دقايق وبدات اشتغل فيها. قسمتها كده ل4. خدت اول جزء كده فردته كويس جدا بسمكي مثلا نص سنتي ولا حاجة، وبعدين هقطعه كده مثلثات. وهنا هحط بقى مربى. المربى دي بقى يا جماعة انا كنت جايباها سايبها من السوبر ماركت او من السرجة. اللي ما يعرفش السرجة اللي هي بتبيع العسل والخل والطحينة والسمنة السايبة والحاجات دي، هي دي السرجة. تمام كده. هقطعها بقى مثلثات. احشي بقى مربى، يحشي جبنة، يحشي نوتيلا شوكولاتة يعني، او الشوكولاتة الاقتصادية اللي بتتعمل في البيت. احشي الحشوات اللي انت عايزاه. انا على قد ما بقدر كنت عايزه اعمل حاجات سهله وسريعه وبسيطه علشان انجز كده في الوقت. طبعا زي ما بقولك انا بادئه الساعه 11 بالليل، فمخلصه حوالي الساعه 1:30 بالليل فطبعا كنت عايزه اعمل حاجات سهله كده على طول، بحيث ان هم يصحوا الصبح ان شاء الله يفطروا. احنا يعني اكتر فطارنا بنحب الشاي بلبن، مع اي معجنات، مع سندوتش جبنه، اللي موجود. تمام كده. بس اكتر حاجه يعني هو الجبنه والشاي بلبن. وهبدا بقى الفها كده زي المولتو، وزي ما انتوا شايفين كده هتلفيها وتقطعها مثلثات كده زي ما انت عايزه. وبعدين هتلفي وتحطيها في صاج مش مدهون حاجه خالص. وهتكوني بقى ايه مشغله الفرن بقى. بس احنا طبعا هنسيبها تخمر شويه كمان في الصاج وهنغطيها علشان طبعا تخمر شويه لان هي ما خمرتش. انتي بقى تقدري بقى اي كمية دقيق عندك تقومي كده تعملي شوية معجنات للولاد وتحضريهم كده الفطار، واول ما يطلعوا من الفرن يا دوبك تدفى، وبعدين تروحي حطاهم في اكياس وحطاهم في الفريزر وتنزلي اول ما تصحي الصبح كده شوية وتسيبيهم يفكوا، هتبقى زي الفل. او في الميكرويف او في الفرن براحتك خالص. هنا بقى بعد ما خلصت جبت كده شوية مية، حوالي 3 4 معالق ميه، عليهم نص معلقه سكر، قلبتهم كويس جدا ودهنت الوش. حابه تحطي صفار بيضه ماشي، حابه تحطي نسكافيه ولبن ماشي، اللي موجود عندك لبن بس، اللي موجود عندك. انا حابه اوريكي الابسط يعني المكونات وابسط حاجه عندك في البيت تقدري تقومي تعمليها. انا هنا غطيتها واسيبها بقى على جنب تخمر.
تمام كده. هنيجي بقى نعمل للشكل التاني. انا العلبه دي بقى عامله فيها خليط كده ايه، سكر وقرفه وكاكاو، فكان فايض عندي شويه مع مطرح كده لما بعمل اي معجنات، كملت عليهم بقى قرفه وسكر، ما كانش عندي كاكاو تاني. وهنعمل كده، قلت بقى يا بنتي اميره انتي اعملي قرص كده، كنت جايبه سمسم كمان، اعمل قرص كده محشيه سكر وقرفه، واحط على الوش سمسم. بعد كده قلت بقى هو انا لسه هعمل قرص صغيره وكده؟ لا لا لا، افردي كده على طول، ويرش كده زي السينابون السكر والقرفه من جوه، ويلفي بقى رول كده وخلاصي، وقطعيها كده صغير زي القرص كده، وهتبقى زي الفل. هتقول لا، هي مش هتقول لا، هتتاكل برضه. بس كده، وهلفها رول كده طبعا، بس افردي العجينه على قد ما تقدري عشان تبقى سمكها رفيع، عشان طبعا هنلفها كذا لفه، فتبقى ايه يعني سمكها حلو كده. قفلي اهم حاجه كويس جدا، واديها لفتين تلاتة كده على الرخامه، وقفلي كويس جدا عشان ما تفكش منك. وبعدين بالسكينه وادي يا ستي بقى، وقطعي قطعي زي ما انت عايزه الحجم بتاعك بقى، كبير صغير براحتك، مفيش مشكله خالص. تمام. انا اختصرت وقلت اسهل على نفسي علشان مفيش وقت، وانا خلاص كنت فصلت وحاسه ان انا ايه، هبطت وعايزه انام. بس قلت عشان نصحى الصبح نلاقي حاجه نفطر بيها، رحت قمت عملت كده. تقدري بقى تعمليها ساده، قرص ساده بنفس العجينه، تقدري تعمليها محشيه جبنه، تقدري تعمليها زي ما انت تقدري تحطي شمر وينسون وتعمليها قرص بالشمر واليانسون، تبقى حلوه قوي برضو. تمام كده. انا طبعا قسمت على 4، عملت 2 عملتهم بالمربى، و2 عملتهم بالقرفة والسكر. تمام. وبسم الله ما شاء الله، كيلو دي طلع لي كمية حلوة جدا. هقطع لك بقى كده من الناحية دي عشان تشوفي كده ايه الحجم اللي احنا مقطع، يعني حوالي مثلا سبعين ونص كده. كبري صغري براحتك خالص. تمام. اعملي لولاد كل حاجه في البيت بجد، تبقى موفره ليكي وبالنسبه لك حلوه جدا. يعني كيلو دي ب20 جنيه، وكيس خميره، وخلاص على كده. وعندك بقى في البيت الزيت، وعندك طبعا اللبن، لو ما فيش لبن قلنا بالميه عادي، ما فيش مشكله خالص. وكل حاجه موجوده عندنا في البيت. وبسم الله ما شاء الله، شايفه الكميه. انت من الفرن لو رحتي جبتي الحاجات دي مش هتلاقيها كده، وطلعت باللون التحفه دوت، وطريه وهشه وتحفه. والمربى باظظ خالص كده، بس من الناحيه التانية، وطعمها تحفه وجميله وزي الفل. شايفين؟ اللهم بارك بجد ما شاء الله. يلا بقى، لو لسه ما حطيتيش لايك حطي لايك بسرعه، اوعي تنسي. واشتركي في القناه بقى كده ونوريني، علشان قناتنا وعيلتنا تكبر بيكي ان شاء الله. وشكرا لكل اخواتي وحبايبي اللي بيكتبوا لي كلمه حلوه بجد ومشجعيني وجابرين بخاطر، ربنا يكبر بخاطركم كده يا رب، ويرضيكم ويصلح حال الجميع يا رب. هنا بقى طلعت كده السينابون بس من غير صوص بس جميل جميل ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين الجمال؟ اهم حاجه الحاجه اول ما تطلعها من الفرن غطيها، هتطرى معاكي وهتبقى زي الفل. شايفين؟ حلو قوي. انا كل اللي بعمله ان انا عماله بس اكل 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 عشان هبطت من كتر التصوير والمروح والمجية على الفرن. يعني كنت جبت اخري، يا دوب خلصت ورحت داخله نايمه. وبس كده. عايزاكي بقى تجربي وتقولي لي ايه رايك، وتكتبي لي تعليق حلو كده ودعوه حلوه كده من قلبك ليا ولولادي. ربنا يا رب يبارك في اولادكم ويرزق كل مشتاق يا رب، وما يحرمش حد منهم. اللهم امين. ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبك. مع الف سلامه.